سؤال من إحدى المستأجرين بيقول: المالك زود الإيجار، أعمل إيه؟ وإزاي القانون بيحمي المستأجرين دلوقتي؟ السؤال ده يا جماعة بيتكرر كتير جدا جدا، بالذات اليومين اللي فاتوا بعد التعديلات الجديدة اللي حصلت لقانون الإيجار القديم. فناس كتير بتخاف من الموضوع ده لما تلاقي المالك زود الإيجار وتقولك خلاص أنا همشي، ناس تانية تقولك لا أنا مش هدفع خالص. فالنهاردة إن شاء الله أنا هشرح لكم ببساطة إيه الحل القانوني الصح اللي يحميك كمستأجر من غير ما تقع في مشكلة، وإزاي القانون حطلك طريقة قانونية صحيحة تحفظ لك حقك علشان توضح موقفك قدام المحكمة لو لا قدر الله حصل نزاع أو إن المالك رفع عليك قضية بعدين. بس خلينا نوضح نقطة مهمة جدا أجيبها لك كده من الآخر، وبعد كده نبدأ أقولك على الحل تعمل إيه بالظبط، إيه هي الخطوة القانونية. يعني عامة سواء كان قانون إيجارات قديمة أو قانون إيجارات جديدة، الكلام اللي هقوله ده بينطبق على النوعين. أي علاقة إيجارية ما بين مالك ومستأجر بيحميها يا جماعة وبيحكمها القانون. يعني احنا اتفقنا على أجرة معينة لفترة معينة، ما ينفعش تيجي في نص الفترة أو في أولها أو في آخرها وهي لسه ما خلصتش وتقولي أنا زودت الإيجار. لا، احنا متفقين أنا مأجرة الشقة 3 سنين، كل شهر هدفع لك قد كده لحد ما العقد ينتهي. ما ينفعش تيجي تقولي أنا هزود الإيجار عليكي، ده مش من حقك كمالك. تمام كده؟ ده كان إيجار قديم أو كان إيجار جديد، الكلام ده اللي بيمشي وده القانوني وده الصحيح، احنا اتفقنا على حاجة هننفذها. طيب في نفس الوقت القانون قال ان في شوية حاجات كده لو حصلت من المستأجر من حق المالك انه يروح للمحكمة ويرفع دعوى طرد على المستأجر لوجود حالة من الحالات اللي القانون قال عليها، اللي هي حالات الإخلاء. ومن الحالات دي ان المستأجر ما يدفعش الأجرة اللي اتفق عليها مع المالك. طيب دلوقتي المالك بيحاول يشغل دماغه، وركز كده معايا في الكلام. ممكن يكون المالك يقولك ايه، طب طالما القانون مديلي الحق ان انا ارفع قضية طرد على المستأجر حتى قبل ما العقد ينتهي، لو في اي حالة من الحالات دي موجودة انا هخلق الحالة دي صناعيا. يعني ايه؟ يعني هقول ان المستأجر مش بيدفع لي الايجار، فانا كده ليا حق فاروح للمحكمة وارفع الدعوة. بس الكلام ده مش صحيح، لان المستأجر عايز يدفع الإيجار، انت اللي رافض تستلم منه. او ان حاجة تانية بقى، المالك بيزود الإيجار 20 ضعف من نفسه او 30 ضعف من نفسه، او ان المالك بعد ما سمع الكلام الجديد والتعديلات الجديدة لقوانين الإيجار القديم يقول بقى ايه للمستأجرين، يا تدفعوا لي الإيجار اللي انا عايزه يا اما مش هستلم منكم. كل الحالات دي حلها حاجة واحدة اقولك عليها دلوقتي. الكلام ده كله غير قانوني 100%، ده مش من حقه نهائي. انت كمستأجر تعمل ايه؟ انت هتروح تعمل انذار اسمه انذار عرض أجرة في المحكمة. ايه انذار عرض أجرة في المحكمة؟ انذار عرض أجرة ده مش قضية هترفعها، لا دي ورقة بسيطة جدا بتكتبها انت بنفسك او بتخلي حد من الأساتذة يكتبها لك، بيكون فيها بياناتك وبيانات المالك والعناوين، وبتكتب ان بموجب عقد إيجار انت ملزم بدفع أجرة معينة قدرها قد كده، بتكتب مقدار الأجرة في الإنذار وبتروح تحط معاها الفلوس في المحكمة. محضرين المحكمة بياخدوا منك الإنذار بالفلوس، تمام، وبينزلوا لعنوان المالك وبيسلموه الفلوس. ده إنذار عرض الأجرة. طيب ليه أعمل الخطوة دي؟ وليه مهم إن أنا أعملها؟ مهم ان انت تعمل الخطوة دي لان المالك لو حب انه يشغل دماغه تاني ويروح يرفع عليك دعوة لانك مش بتدفع الايجار، تروح له وتقوله لا انا بدفع الايجار والانذار اهو والمحضر نزل من المحكمة وسلمك الفلوس. سواء انت كمان استلمت او ما استلمتش، انا عملت اللي عليا، يعني انا سلمت الايجار في المحكمة. سواء المالك استلم او امتنع دي مش بتاعتك، انا بتاعتي كمستأجر ان انا اسلمك الايجار، ان انا اعرض الايجار، اعمل اللي عليا. استلمت امتنعت دي مش بتاعتي. فانت كده كمستأجر حليت المشكلة بتاعة الامتناع قدام المحكمة. ولو المالك حب انه يرفع عليك قضية، ساعتها انت هيكون وضعك القانوني صحيح 100%، انت مسلم الإيجار وعامل كل الكلام اللي عليك. طيب
في نقطة تانية برضو حابة اوضحها، والكلام ده بقى مخصص لشقق الإيجار القديمة، لمستأجرين الإيجار القديمة فقط. الإيجار الجديد ملوش علاقة باللي أنا هقوله دلوقتي القانون الجديد للإيجارات القديمة قال إن هيكون في فترة بيدفع فيها أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيه. كل مستأجرين شقق الإيجار القديمة هيدفعوا 250 جنيه إيجار شهر 9 وشهر 10 وشهر 11، وفي احتمالية ان احنا كمان نزود 3 شهور عليهم فيبقى شهر 12 و1 و2 تدفع 250 جنيه إيجار. طب هايدي أنا كنت بدفع أصلا 10 جنيه إيجار، أدفع 250 جنيه؟ تدفع 250 جنيه إيجار. طب هايدي أنا أصلا إيجاري 300 جنيه أو 400 جنيه، ما ادفعهمش وادفع ال 250 جنيه الأجرة المؤقتة؟ تدفع ال 250 جنيه الأجرة المؤقتة. يبقى دلوقتي كل مستأجرين الإيجار القديم يدفعوا ال 250 جنيه. طيب لو ظهرت مشكلة وبتظهر وناس بتكلمني، هايدي المالك دلوقتي بيقول لنا تدفع 20 ضعف الأجرة. لا، محدش دلوقتي يدفع 20 ضعف الأجرة ولا 10 أضعاف الأجرة. ليه؟ لأن اللي هيقول إن المستأجر يدفع 20 ضعف الأجرة أو 10 أضعاف الأجرة هي لجنة اسمها لجنة الحصر والتقسيم، اللي المحافظة اللي انت فيها بيشكلها. اللجنة دي هتاخد من 3 شهور ل6 شهور وقت علشان تعمل دراسة وأبحاث وتشوف الشقق دي متقسمة لإما مناطق متميزة فتدفع 20 ضعف الأجرة لو تم تصنيفك ان انت مناطق متميزة، او ان انت مناطق متوسطة فتدفع 10 أضعاف الأجرة بواقع حد أدنى 400 جنيه، أو إنك تدفع 10 أضعاف الأجرة بواقع حد أدنى 250 جنيه لو تم تصنيفك إن أنت تبع المناطق الاقتصادية. كل الكلام اللي أنا بقوله ده المالك مش هيحدده من نفسه، مين اللي هيحدده؟ لجان الحصر والتقسيم. طب لجان الحصر والتقسيم قالت النتيجة بتاعتها النهائية؟ لا، ما قالتش، لسه معانا 6 شهور علشان تطلع النتيجة النهائية بتاعتها. وكنت عامله لك فيديو وممكن اشرح لك فيديو في بعد النتيجه النهائيه ازاي تعترض على النتيجه بتاعه لجان الحصر والتقسيم، هنتكلم عليها ان شاء الله بعد الفيديوهات دي. لكن دلوقتي والشهر اللي احنا فيه وهو شهر 11 ما تدفعش لو انت مؤجر شقه ايجار قديم او ان انت من الورثه اللي ممتد اليهم عقد الايجار القديم، ما تدفعش اكتر من 250 جنيه. المالك رافض يستلم مني الايجار، عادي جدا هتروح تعمل انذار عرض الأجرة عن طريق المحكمة. تمام؟ طيب زي ما قلت لك ان انذار عرض الأجرة هي ورقة رسمية بتقدمها عن طريق المحكمة، بتقول فيها ان انا المستأجر الفلاني بعرض على المالك تمام أجرة شهر كذا بمبلغ 250 جنيه وفقا لقانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025. ده القانون الجديد اللي لسه صادر من شهرين، ده القانون الجديد. الورقة دي بتتسجل والمالك بيتبلغ بيها سواء استلم أو امتنع، انت وضعك القانوني صحيح 100%. دي أهم حاجة. فالفترة دي يا جماعة دي اسمها فترة انتقالية، الأجرة فيها مؤقتة وثابتة 250 جنيه. لحد امتى يا هايدي؟ لحد ما لجان الحصر والتقسيم تعلن القيمة الجديدة لكل منطقة. فمحدش يقلق من المستأجرين ومحدش يستعجل، القانون واضح، حقوق الناس محفوظة. لو كل طرف التزم باللي عليه مش هيكون في مشاكل، محدش هيتضايق من حد. مش عايزين يعني ان احنا نستغل موضوع او نستغل موقف او نستغل قانون. القانون موجود الجديد علشان يحمي حقوق الطرفين. المالك قالك ان انا هرجع لك شقتك، المستأجر قالك ان هديلك فترة انتقالية، فترة مؤقتة لحد ما تشوف بديل وبعرض عليك البديل. غير كده ما حبش ان حد يستغل الموقف. دي اهم نقطة.